خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء بهدف خيالي سجله خلال مباراة فريقه النصر أمام ضيفه الأخدود اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روتشن لكرة القدم. قطع حارس مرمى فريق الأخدود باولو فيتور كرة من أمام أحد لاعبي النصر خارج منطقة الجزاء لترتدي إلى كريستيانو رونالدو الذي تابعها بتسديدة رائعة لوب من فوق الجميع إلى داخل الشباك في الدقيقة 80. وكان النجم البرتغالي المخضرم 38 عاما قد سجل هدف آخر في الدقيقة 77 من زمن اللقاء على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض. وعزز كريستيانو رونالدو تربعه على عرش صدارة هدافي دوري روتشن للمحترفين برصيد 15 هدفا مبتعدا بفارق 5 أهداف عن السربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال قبل مباراته أمام يوم غد السبت أمام مضيفه الحزم. والسلام عليكم.